بغض النظر انه هالاكله جمالها ببساطتها، ولكن رح اعطيكم طريقه تقلوا فيها الباذنجان. صدقوني يا جماعه ولا اطيب من هيك، مقرمش وذهبي من برا وطري وبشهي القلب من جوا. وبوعدكم اطعميكم شويه باذنجان اول مره تجربوه انتوا، بس اسمعوا لي هالصوص. باقي كالعادة خلينا ننزل على التعليقات نصلي على الرسول، اكسب اجر انا وانتو. بتمنى فضلا ليس امرا تضغطوا لايك هلا وانتم عم تحضروا بالفيديو، بكون كتير ممنونة لإلكم. ونقول بسم الله ونبدا. الكمية اللي رح اعطيك اياها تكفي ل3 حبات من الباذنجان كبار. قطعي الباذنجان بالطريقة اللي بتحبوها وبتفضلوها، ولكن انا لا بفضله كتير سميك ولا كتير رفيع. حطيته بالطبق وبغمره بالمي مع اضافه معلقه كبيره مليانه من الملح، وبنقعه شي 10 دقائق ربع ساعه وبشيله على جنب. عندي هون كوب واحد من الطحين، بضيف له التوابل اللي انا بحبها، بودره بصل، بودره ثوم، ملح وفلفل اسود وبابريكا. بعد هيك رح اضيف عليهم كوب واحد من المي، وبنزل بالكوب بالتدريج. بضيف شوي شوي، ممكن يعتز معك كمان شويه مي، وممكن ما يكمل معك الكوب. المهم انا بدي اوصل لقوام مثل قوام البانكيك بالضبط، يعني اخف من قوام الكيك بالضبط. بدمج مكوناتي مع بعض كيف ما عم بتشوفوا معي. واخر مرحله عندي القلي فقط، بنضيف معلقه صغيره مليانه من البيكنج باودر. يعني هاي الخلطه لو حبيتي انك تعمليها وتركنيها على جنب، البيكنج باودر بتضيفيه فقط وقت القلي. زيت. عندي هون زيت غزير نفس الكميه اللي بنقلي فيها الباذنجان بالعاده، تمام. حراره الغاز بتكون عندي على المتوسط، مش على ادنى درجه حراره ولا على اعلى درجه حراره، لياخذ معك لون اشقر جميل. كل شيء عملته وما بدها اي غلبه. بنزل حبات الباذنجان على الجهتين، بتاكد انه الجهتين تغلفوا عندي تماما بالخلطه اللي ضفناها. بعد هيك برفعها وبنزل منه الكميه الزياده وبنزلها على الزيت، بيكون عندي قدح، تمام. بحمره على الوجهين وما بياخد معاكي وقت بالقلي، يا دوبك 5 دقائق بيكون تحمر معاكي بهذا الشكل. واكيد هالطريقه ما بتنفع بالفرن ولا بتنفع بالقلايه الهوائيه ابدا، هو بالزيت بس. شوفوا لي القطعه يا جماعه، والله العظيم انا من الناس اللي كتير بحب الاكلات البسيطه. اللي متابعني كتير منيح دائما بشوفني بميل اكثر للاكلات البسيطه اللي بتكون مكوناتها على الاغلب متوفره بالبيت او مش كتير مكلفه. فصدقوني هي مش معتازه اكثر من جات بطاطا وصحن فتوش عربي مثل اللي نزلت لكم اياه على الطريقه السوريه الاصليه من فتره. وشكرا. اعملي لك سندويشه مع البصل بالسماء ودوقوا يا جماعه وادعوا لي. فلو وصلتي معي لهون وعجبتكم الوصفه اكتبوا لي تام و10 على 10 يا ملك. بالهنا والشفا مقدما، وباي باي.